نادي انتر ميلانو في رحلة البحث عن الثلاثية هذا الموسم اصطدمت أماله وطموحاته بغريمه نادي ميلان الإيطالي في نصف نهائي كوبا إيطاليا. مباراة الذهاب في نصف النهائي انتهت بنتيجة 1-1 تعادل إيجابي بين الفريقين. آخر 5 مواجهات مباشرة في ديربي الغضب لم يتعرض نادي ميلان للخسارة أمام غريمه نادي الإنتر. ميلان في مباراة العودة حسم الأمور بثلاثية نظيفة ليتأهل للنهائي. مباراة تألق فيها اللاعب الصربي لوكا يوفيتش بتسجيله هدفين، وأجهز فيها الهولندي تيجاني ريندرز على أمال وطموحات الإنتر بهدف ثالث. ميلان لديه فرصة كبيرة جدا لاستعادة لقب كوبا إيطاليا، اللقب الضائع من ميلان منذ 21 عام. ميلان ينتظر الفائز من مباراة إمبولي أمام نادي بولونيا، والفائز منهم سيواجه نادي الميلان في النهائي. ميلان ينتظر لإضافة لقب سادس من بطولات كوبا إيطاليا إلى خزائن النادي.